السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل بوري. نزلت السوق ولقيت البوري حلو فجايباه من امبارح وسايباه. بقى هعمله فسيخ عشان خاطر بقى العيد، بقى كل سنة وانتم طيبين وداخلين على رمضان، فقلت اعمله وبعد كده بشيله واحطه في الفريزر. انا هو سايباه من امبارح عشان ينزل الدم بتاعه. هبتدي بقى ان انا امسحه. يلا بينا نمسحه سوا، يلا بينا. اهو هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبه بقى حاجة هنحطه عليه، وهجيب المناديل. يلا اشتركوا في القناة بقى وتفاعلوا معانا عشان نكبر بيكم يا احلى ناس في الدنيا دي كلها. هنبتدي بقى. هو اول واحدة هنمسحه النغشيش كويس قوي، وهنمسحه كويس قوي من الدم. لازم اهم حاجة عشان الفسيخ يطلع حلو لازم نمسحه كويس قوي الدم. انا سايباه من امبارح ان هو ينزل الدم بتاعه. اهو شايفين الدم اللي في النغشيش. هبتدي بقى ان انا امسحه كله كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. يلا بقى شجعوني بقى بلايك كده حلو. واللي عمله بقى يقول لي برضو هو عمله ازاي، عمله بنفس الطريقة اللي انا بعمله بيها ولا بطريقة تانية، ويقولوا لي طريقتي دي حلوة ولا ايه. انا عملته كذا مرة بنفس الطريقة وطلع جميل. اللي عنده طريقة تانية برضو يكتب لي في التعليق ان هو عنده طريقة تانية وبتبقى حلوة برضو. طبعا لقيت المناجيل هتخلص. جبت بقى حتة قماشة نضيفة همسح بيها و... وارميها يعني كل شوية بغيرها، يعني بغير حتة القماشة بيضة نضيفة. انتوا عارفين بقى الحاجة غالية والأسعار نار نار نار. لسه بقى هندخلوا بقى على هدوم العيد، ومش عارفين بقى ربنا ايه يسهل بقى ويرخص الحاجة بقى عشان يا رب هدوم العيد بقى. اهو شايفين انا بمسحه ازاي. هخلص الكمية كلها اللي معايا وارجع لكم. كده خلصت الكمية كلها، مسحت كل البوري اللي كان معايا اهو. انا بعيدة عليه تاني، جبت حتة قماشة نضيفة وبعيدة عليه تاني. لازم اهم خطوة ان انا اطلع كل الدم اللي جواه اهو. كده انا بقى ايه خلصت. هبتدي بقى ان انا اجيب الملح. جبت كيسين ملح بس ما كفوش معايا. الستة دول اخدوا معايا 3 اكياس ملح، وهحط عليهم حبة شطة. ولو عايزة تحطي كركم ممكن تحطي، بس انا ما حطيتش بصراحة كركم، انا حطيت بس شطة وملح. انتي بقى حابة ان انتي لو عايزة لونه يبقى مصفر كده شوية هتحطي عليه كركم. هو زي بتاع الراجل كده، بتاع الراجل بيبقى مصفر كده شوية بيحط عليه كركم اهو. كده انا حضرت بقى حطيت الشطة والملح، وهبتدي بقى ان انا ايه احشيه بقى الملح وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملة النغشيش كلها. الخطوة دي برضو مهمة، ان انا بقى لازم املى النغشيش كلها الملح، لان هي النغشيش اللي بتدخلك جوه السمكة الملح. وبق السمكة برضو بحط فيه ملح، بملى جسم السمكة من بره. انا هنا حطيت كيس جوه العلبة عشان هحطه جواه، وبعد كده هحط كيس كتيرة قوي، يعني كل الكيس اللي عندك لميها وحطيها فيه. زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت جوه بقها. هبتدي بقى ان انا رشرش عليها على الجسم من بره.
جسم السمكة من بره ومن تحتها اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا بالظبط. هاخد بقى واحدة تانية وهوريكم نفس الطريقة اهو. شجعوني بقى شجعوني بقى عشان لسه داخلين على تنفيضات رمضان بقى، كل سنة وانتوا طيبين. هو ايه بقى، والواحد متبهدل من البرد ومش عارفة اقول لكم الجو ده ايه، حبة حر وحبة شتا وحبة يعني بجد مش عارفين الجو ده ايه اهو. زي ما انتوا شايفين كده معايا هحط تاني ملح تحتيه، وهروح حاطة بقى السمكة وهحط فوقيها ملح. انتي طبعا لما بتطلعيه هو بيقعد 20 يوم لحد ما يستوي. اطلعه بحطه في حبة مية عشان لو مالح شوية ينزل منه الملح اهو. هخلص الكمية كلها اللي معايا بقى وارجع لكم اهو. بكده خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده، وبقيت الملح اللي فاض حطيته عليه من فوق، والملح اللي كان مقلوب برضو هحطه عليه من فوق. اهم حاجة ان انا اكسي السمكة كلها الملح عشان ايه تتملح حلو اهو. زي ما انتوا شايفين كده معايا. كده بقى خلصت كل الكمية اللي معايا اهو. هبتدي بقى ان انا اقفل الكيس، واهم حاجة الكيس ما يبقاش فيه هوا برضو، يعني هطلع الهوا كله من الكيس وهلم اكياس كتيرة، يعني كل ما تكتري في الكياس كل ما هيبقى احسن اهو. انا بطلع الهوا من الكيس عشان الكيس ما يبقاش فيه هوا خالص. اهم حاجة برضو ان انا اطلع الهوا من الكيس اهو. هلم الكياس كلها عمالة ادور على الكيس اللي عندي، وهبتدي ان انا ايه اقفله بقى كويس، وهسيبه 20 يوم وبعد كده بطلعه واحطه في الفريزر لحد بقى ان شاء الله العيد. إيه لو في الصيف بيقعد 15 يوم، هو يقعد 20 يوم عشان الجو ايه ساقع شوية مهم. انا عملته قبل كده بنفس الطريقة وطلع جميل، جربوها هتعجبكم. بس اهم حاجة تمشي على الخطوات، ان انتي تمني تنضفي الدم كويس، وبعد كده تملي الغشيش ملح، وانتي بتقفلي الكياس تطلعي الهواء كله من الكياس، ما تخليش هوا خالص في الكياس، وتكتري بقى في الكيس، يعني حطي 7 8 9 اكياس، كل الكياس اللي عندك تحطيها اهو. شايفين انا بعمل ازاي، بطلع الهواء من الكيس، كل كيس بحطه بطلع الهواء منه. اهم حاجة ان انا اطلع الهواء من الكيس مهم. انا طبعا حطيت من تحت اكياس فاتحة، وبعد كده حطي اكياس سودا عادية عادي. اهم حاجة بس من تحت ما تبقاش اكياس سودا، بعد كده اكياس سودا عادي مش هتفرق، انت حاطة من تحتها اكياس بيضة مهم. انا عمالة ادور على الأكياس اللي عندي و... واحطها اهو. هنفتحه سوا بقى بعد 20 يوم ان شاء الله، ونشوفوا النتيجة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. ادعولي بقى يبقى حلو بقى، عشان انا هاخده عند حماتي في العيد بقى ناكله ان شاء الله. مهم. امشي خطوة خطوة وان شاء الله يطلع معاكي حلو، لو انت عايزة تعمليه امشي خطوة خطوة هيطلع معاكي حلو، وهتوفري لان هو بره اساسا الكيلو معدي 200 جنيه، فانت هتجيبي 2 كيلو هتعمليهم في البيت وهيبقى حاجة نظيفة قدام عينك، وبيطلع جميل على فكرة. جربيه بدل ما تشتري من بره، يعني جربيه وهتوفري في نفس الوقت، هتوفري فلوسك وهيبقى حاجة نظيفة قدام عينك.
اهو كده انا خلاص هحطه بقى جوه العلبة. وقبل ما احط الغطا بتاع العلبة هلبسها كيس برضو، وهحط الغطا وهلبس فوق الغطا برضو هلبس كيس تاني، وبحطه جوه الدولاب وبحط جواه حاجات فوقيه حاجات، وبسيبه بقى ما بجيش جنبه خالص لمدة 20 يوم. وبعد 20 يوم ان شاء الله هنفتحوه سوا وهنشوفوا النتيجة. ادعولي بقى ان شاء الله يطلع حلو، وجربوه واشتركوا في القناة وتفاعلوا معانا. وعايزة لايك بقى وتعليق وقولولي ايه رأيكم. يلا باي باي.